كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد. هنعمله بطريقة جميلة وسهلة جدا، ولا هنسخن السمنة ولا نقدحها ولا هنعمل حاجة، هنعملها على البارد. هنعملها بطريقة جميلة قوي. شوف الكحكاية بتاعتنا بقى دايبة وخطيرة ازاي. هنعمل مع بعض بقى ونعمل بالمنقاش كده، وانا وجارتي قعدنا عملنا شوية كحك خطير جدا. شوفوا الجمال، شوفوا الكحكاية دايبة ازاي، تحفة. يلا مع بعض نشوف اسهل واحلى كحك تعمليه بطعم وريحة زبادي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجة هنختبر الخميرة بتاعتنا. هناخد معلقة خميرة صغيرة على ربع كوباية مية دافية على معلقة سكر صغيرة، ونحطهم في كوباية ونقلبهم كويس. انا حطيت هنا الخميرة الكيس كله علشان عملت كمية اكتر، بس عشان تعملي كيلو دقيق هتعملي عليه معلقة خميرة صغيرة وربع كوباية مية دافية ونص كوباية نص معلقة سكر صغيرة. هنقلبهم كده مع بعض وسيبهم على جنب. تعالوا بقى للدقيق بتاعك. الكيلو الدقيق هتاخديه وتنخليه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة دقيق يكون كويس للمخبوزات بتاعتك للكحك والبسكوت. نخلتيه خلاص، نخلي عليه كيس معلقة بيكنج باودر واحدة صغيرة. انا حطيت الكيس علشان الكمية الاكبر. وهنحط معلقتين سمسم محمص ومعلقة تحويجة كحك، وتعالوا نحط معلقة سكر بودر. اخر حاجة هنحطها كله كده المقادير على الجاف. حط معلقتين لبن بودر، هتخلي الطعم جنان. اللبن البودر هيخليها لك تحفة جدا. قلبي كله كده مع بعض واعملي في النص كده حفرة صغيرة عشان نحط فيها السمنة. وهنرش رشة ملح في المقادير الجافة، نسيت اقول لكم في المقادير في الاول في الجافة. والسمنة نص كيلو سمنة، وهنحط عليهم كمان نص كوباية سمنة كمان. يا دوب هنسخن السمنة بس، مش هنقدحها، مش هنسخنها ولا نغليها. يا دوب بس كده ايه، نسيح السمنة بتاعتنا. يبقى كيلو الدقيق هيعوز قد ايه؟ 550 جرام سمنة. وعاوزين نعمل ايه الخطوة دي بقى اسمها بنبس العجين. تاخدي العجينة بين ايديكي كده وتبسيها كويس جدا. كل ده سايبين معلقة الخميرة بتختمر، وحطينا معلقة بيكنج باودر واحدة بس في العجين بتاعنا ده. نفضل نبس كويس قوي لغاية ما العجين يتشرب بالسمنة كويس قوي كده. محطناش لسه سوائل خالص ولا حطيت الخميرة. كده نحس ان خلاص الدقيق اتشرب بالسمنة وبقى نوعية. كل ما هتدوبي وتبسي الدقيق مع السمنة، كل ما الخطوة دي هتخليلك الكحكاية ناعمة وحلوة جدا. اخر حاجة اهو الخميرة بتاعتنا ما شاء الله اختمرت جدا. قمت نقلتها في طبق اكبر وحطيتها على العجين بتاعنا. انا حاطه ربع كوباية مية بس مع معلقة السكر الصغيرة ومعلقة الخميرة. محتاجة مية كمان، شوية مية كمان، هنحط حوالي ربع كوباية مية دافية كمان. وعجيني يا دوبك بتلمي العجينة بس، مش عجين جامد، يا دوب العجينة اتلمت ما شاء الله. شوف العجين والجمال. العجينة كده جاهزة، نغطيها بس شوية. تعالي نعمل الحشوات بتاعتنا. انا عملت ملبن وعملت عجوة جميلة قوي. ناخد الملبن بنعجنه بشوية سمنة وشوية سمسم متحمص ونكورها كده. والعجوة بعجنها كويس قوي بالسمنة ولو شوية قرفة صغيرين وشوية سمسم، ونكورهم ونجهزهم عشان نعمل الكحك بتاعنا الجميل. وزي ما انتوا شايفين كده بقى، ناخد كل كحكاية وندورها كده، نحط الحشوات بتاعتها. اعملي بقى الرسومات زي ما انت عاوزة وشكلي زي ما انت عاوزة. قعدنا بس نفرق انا وجارتي، نقعد نشكل بقى براحتنا. حبة الملبن نعملهم بالسكينة كده شقوق، اللي بالعجوة نعمله برسمة تانية، اللي سادة عملناه بالمنقاش. المنقاش برضو انا ما كنتش بعرف اعمل بالمنقاش خالص، وجارتي اللي قعدت تعرفني بتتعمل ازاي. انا متعودة على المكبس او الرسومات اللي هي بتبقى جاهزة، لكن جارتي قالت لي لازم نعمل زي زمان ونعمل بالمنقاش زي زمان. بقيت ايدي وايدها وكلنا بنعمل مع بعض، والعيال بقت فرحانة جدا بلحظة اللي كل واحد قاعد مسك المنقاش ونعمل مع بعض. اعملي براحتك بقى وشكلي.
العيد فرح. ما شاء الله على الجمال. خلال ما احنا بنعمل كده بقى ونشكل، بنكون فاتحين الفرن، يكون سخن، درجة حرارة كده ايه متوسطة، ولا عالية قوي ولا حرارة منخفضة. عاوزين حرارة متوسطة علشان الكحكاية تبقى مخبوزة كويس ومستوية من جوه. شوفوا الجمال، عسل خالص. هتاكلي احلى كحك في حياتك، ولا بقى تقدحي السمنة جامد ولا الكلام ده، يا دوبك بتسيحي السمنة بس، ويا دوب لو انت مش عاوزاه ناعم قوي هتستكفي بنص كيلو سمنة بس. لكن انت لو عاوزاه النوعمية اللي انا عاملاها دي ناعم وجميل، بتزودي من نص كوباية سمنة لتلات ارباع كوباية سمنة. معاكي كوباية في ايديك، وبتزودي لغاية ما انت عاوزة النوعمية بايدك قد ايه. شوفوا كلنا قاعدين نعمل بقى بايدينا، فرحة جميلة. وكمان ابن اختي كان بيساعدنا كمان. كل سنة وانتم طيبين، احلى فرحة بجد. كده خلاص، يلا نرصص في الصواني بقى. وطلعت اول كام صينيه اهو قدامكم، ونكمل كمان. ده اللي كان ساده بقى، طلعت الاول اللي بالعجوه وبالملبن، وده الساده اكتر، الاولاد بيحبهم الساده. شوفوا الجمال، شوفوا النعوميه، شكله يفتح نفس. شوفوا الخبيز بتاعه زي العسل، ما شاء الله على الجمال والريحه اللي قلب الدنيا. اهو طلع اهوت، ما شاء الله، اللهم بارك. والله ما تعملي حاجتك في البيت مبروكة وجميلة، وما شاء الله بتاكلي الحاجة بنفس وبمزاج عالي جدا. بتاكلي الحاجة وانت مطمنة، عارفة عاملاها ازاي. الكيلو هيعمل لك 2 كيلو كحك او اكتر كمان، ما شاء الله هيبقى مبارك معاكي جدا. وعارفة حاجتك مضمونة ومعمولة ازاي. شوف النعومية، ايدي شوف كلها الكحكة ناعمة في ايدي، وهي شايلاها خايفة تدوب معايا. بجد احلى كحكة هتعمليه في حياتك. وده كان اخر الفيديو بتاعي، والكحك ورش سكر بقى. وكل سنة وانتم طيبين، وكلوا احلى كحك العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.